شكرا سيد رئيس الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد السلام عليكم. سيد وزير الصحة والإطارات المرافقة، رحبوا بك في لجنة المالية. تحية للزملاء السادة النواب. بداية نهنئوك وندعو لك ربي سبحانه يكون في عونك، لأنه مهمة ماشي سهلة. وباش نقول لك يعني صراحه انا كان عندي واحد الباساج وان خفيف في الاداره في قطاع تاع الصحه. حنا دائما تثار هذه الاشكاليه، شكون اللي يسير القطاع مليح، اسكو الاداري ولا استاذ في الطب ولا استاذ في الاسمو، دائما كاينه. هي مناسبه باش نشكروا وننوهوا بالجهود اللي دارها الاستاذ سيحي في القطاع، وان شاء الله يعني ربي يوفقكم لاستكمال المشوار باش تثبت كفاءتك في هذا الحقل تاع التسيير كما ثبتها يعني في الكونسلطاسيون في البلوك، وكاع نتمنى لك كل التوفيق. هذا من ناحيه، ولكن لازم نقر دائما استاذ ولا سيد الوزير انه فيه اشكال حقيقي وغادي ديكوفريه، وهي انه مازال رانا محتاجين دائما لما نروحوا للمؤسسات الاستشفائيه بما فيها المتخصصه سيد الوزير، بما فيها كذلك لي زيجونس، اول ما يفكر فيه المريض ولا المرافق تاع المريض هو العرف. مادام رانا نفكروا في العرف باش نروحوا لي زوبيطو، راه كاين اشكال، وغادي تشوفها سيد الوزير مع التعاملات تاع النواب والملفات اللي تطرح عليهم والثقل تاع هذه المسؤوليه تجاهكم. وهذا يتعلق كذلك بجمله من المعطيات، من ضمنها ومساله اللي تكلموا عليها الساده النواب هي التحويلات تاع المرضى. عندنا اشكال كبير في التحويلات تاع المرضى ما بين المستشفيات. انا والله هنا بودي سؤال وحتى اقتراح، اذا مازال ما كاش ورشه ديروا لنا بلاتفورم ارضيه الكترونيه، الطبيب المناوب مع الديريكتور دوغارد اخويا في بلاتفورم تكون مرئيه وعندنا نسخه منها الوزاره الوصيه، يندار الموتيف كما راه كاينه في التعليمه، ولكن التعليمه كي تقدم تتنسى، يندار الموتيف تاع ليفاكياسيون على الموتيف الطبي ولا الاداري، وفي زوج يبصموا فيها كي مدير المناوبه كي الطبيب المتخصص باش الناس تحمل مسؤوليتهم. لان المرضى راهم يروحوا لنا متيارة مرات، وهاني هضرت المره اللي فاتت مع الاستاذ رحال هو مشكور مره دخل، ولاو يبعثوهم مرات على بال استئصال تاع الزائده الدوديه، والله على 3 مستشفيات 4 ومن بعد يرجع ويديرها في الولايه. وعندنا مشكل اخر لاكارد فيد، هذه مرات ينصبوا مناوبه متخصصه سواء في الجراحه العامه جراحه الاطفال ولا حتى الجينيكو، نصيبوا مرات كارد فيد. وكي نشوف الطواقم الطبيه في المستشفيات نقدروا يكون كاين ايطابليسمون بيلوت وين نديروا التخصص هذاك، لازم تكون كاينه مناوبه متخصصه. هذه والله ماذا بينا السيد الوزير تشتغل عليها. ثم كاين اشكال اخر، مازال عندنا مشكل تاع تسيير في القطاع تاع المؤسسات في هذا الباب، واعيش اللي بنقوله لك وله مسبباته. ماذا بيا الرساله توصل لل5 سير 5، لازم معايير في انتقاء وتعيين مدراء المؤسسات الاستشفائيه، ومشي كل المقترح سيد الوزير اللي توصلك هي جديره بانكم تاخذوا به.